اهلا، ازيك يا عم محمد؟ تعال سوي الشاي. حبيبي. ايه ده؟ جنرال محمد يعني قاعد مبسوط كده ليه؟ ليه ورث ولا ايه؟ اهلا، ازيك يا محمد؟ عامل ايه؟ يا اسطى انا كده مش تهزم علينا، انا جاي اقعد معاك شويه اهو. اهلا، ازيك يا ادم؟ عامل ايه؟ تعالى يا اسطى، دي لعبت معايا. تعالى اقعد يا اسطى، تعالى اقعد. المهم بقى اللي حصل ان انا فتحت مشروع الكتاكيت بتاعي، والمشروع كبر بقى، عندي ديكين و15 فرخه دلوقتي، و15 فرخه والكتكوت بيجيب برضه. فاديني قاعد ومبسوط يا جدعان، معايا فلوس يا ابني. معاك فلوس؟ طب روح علينا يا عم. آه شغلنا معاك حتى، مش لازم يعني. هجيب لك علف وهاكلك الفراخ واللي انت عايزه. ماشي يا اسطى؟ انزل الشغل من بكره. لا يا اسطى، لما اخد راي الفراخ ما هو مش بمزاجي. الفرخه اهم حاجه التربيه، يعني ترتاح ليها. لما احط لها العلف كده انا بفتح نفسي عشان تاكل. شوف بقى، هترضى ولا انت ما مش عارف؟ انت شكلك كده مش وش تربيه. تربي الفرخه غلط مش هتجيب كتاكيت، وهتمشي على الاكل بس. احنا اهم حاجه تجيب كتاكيت عشان الكتاكيت تكبر كده. هشوف لك الموضوع ده معاك. ماشي يا اسطى، الله يكرمك وربنا يرزقك بكل يوم بيضه وفي قلبها كتكوت يا رب. وان شاء الله اكون عند حسن ظنك. وان شاء الله ان شاء الله الفرخه هتتربي تربيه كويسه، ويديك لو مش فاضي انا مكانه، ما تقلقش. ان شاء الله احنا محافظين على وجود الكتاكيت. ان شاء الله ان شاء الله. بس انا فاتحه الشغل الحلو ده. يلا اجيلك بكره بقى يا صاحبي، ماشي؟ حبيبي عليك. ماشي يا عم، ماشي يا ريس، نور الفتح. اهو انا الفتح، انت زي الشريك عندي. تمام. يلا يا صاحبي.